السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة فطوركم. مرحبا بكم في بودكاست همسات وبقالات. الليلة سنتحدث عن سر وضع ماء الورد داخل بقال قبل أن تضعن البنات حليهن فيه، لأن ماء الورد ليس مجرد عطر، بل هو رمز للروح الطاهرة والنية الصافية. يجعل الجلسة مباركة ومليئة بالسكينة، كما يعتبر طقس من طقوس أفراحنا، يزين الليالي ويعطر المجالس، ويرتبط دائما بالبدايات الجديدة. كل قطرة ملح وعد ببشارة، وبقالتكم تقول أنو واقدو بسم الله بديت وعنبي صليت. وليكم هذا البقال نويت. جست على 3 بنات يسقوا في الزهر، قلت لهم اعطوني من الزهر. قالت الأولى الزهر مكتوب، وقالت الثانية الزهر محسوب، وقالت الثالثة الزهر مع المحبوب. نطقت أنا وقلت لهم الزهر مكتوب، واللي كتبت له حاجة ما منها هروب. كما قالوا ناس زمان، اللي مكتوبة في الجبين ما ينحوها اليدين. ماء الورد ماهوش غير عطر، هو فعل خير. وفعلكم يقول حطيت ماء الورد في البقال وفعل عطر في كل دار. يا رب النية صافية توصل وتجيب البشاير والأخبار. آمين يا رب العالمين. انتظروني في الحلقة القادمة مع همسة جديدة وبقالة أجمل، واعطوني رأيكم في التعليقات. صحة سحوركم وفي أمان الله.